إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي جريدتي سبورت وإسبريس، أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم هنا من داخل ملعب نادي إسبانيول برشلونة بمدينة برشلونة الإسبانية. وقبل دقائق فقط من انطلاقة المواجهة التي ستجمع أسود الأطلس المنتخب الوطني المغربي بمنتخب تشيلي، مباراة ودية إعدادية تدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي لنهائيات كأس العالم قطر 2022. إذن هذه هي الأجواء داخل الملعب تحت أمطار الخير التي تتهاطل في هذه اللحظات على ملعب نادي إسبانيول برشلونة، وبحضور محترم جدا من الجماهير المغربية التي تنقلت بأعداد مهمة إلى هذا الملعب لمؤازرة ومساندة أسود الأطلس. تشكيلة المنتخبين: المنتخب المغربي سيدخل المباراة بالتشكيلة التالية: في الحراسة ياسين بونو، بقية اللاعبين في خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، غانم سيس وأشرف داري. في خط الوسط سفيان أمرابط، حكيم زياش يبدأ اليوم كأساسي، عز الدين أناحي، سليم أملاح، سفيان بوفال، وفي الخط الأمامي يوسف أنصاري. إذا مشاهدينا الكرام، كما قلت أعود وأذكر بتشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مباراة الليلة أمام منتخب تشيلي. في هذه اللحظات أجواء جميلة جدا داخل الملعب، أجواء رائعة جدا تعيشها الجماهير المغربية في هذا اللقاء، وأنتم تشاهدون وتتابعون مشاهدينا الأفاضل هذه الأجواء الجميلة. إذن أقول تشكيلة المنتخب الوطني المغربي: في حراسة المرمى ياسين بونو، بقية اللاعبين: أشرف حكيمي رقم 2، 3 نصير مزراوي، 4 سفيان أمرابط، 6 العميد غانم سيس، رقم 20 أشرف داري، 7 حكيم زياش، 8 عز الدين أناحي، 15 سليم أملاح، 17 سفيان بوفال، 19 يوسف أنصاري.
إذا مشاهدينا الكرام الآن ثواني فقط ويدخل المنتخب الوطني المغربي ومنتخب تشيلي إلى أرضية الملعب قبل انطلاقة المباراة.